يا أماه اصبري فإنك على الحق. كانت الماشطة تمشط شعر ابنة فرعون فوقع المشط فقالت بسم الله. فقالت لها الابنة هل لديك رب غير أبي؟ فقالت الماشطة إنه ربي ورب أبيك. فأخبرت أبيها بذلك فأمر بإحضارها وقال لها من ربك؟ فقالت ربي وربك الله. فأمرها فرعون بالرجوع عن دينها وقام بتهديدها بالعذاب فرفضت. فأمر الجنود بملء قدر بالزيت وجعله يغلي وأمر بإحضار أطفالها وأحضر أكبرهم وألقاه في الزيت. بعدها أمرها فرعون بالرجوع عن دينها حتى يعفو عن البقية فرفضت. فأمر بإحضار الطفل الثاني وبعدها الثالث ثم الرابع وهي صامتة حتى جاء وقت الرضيع فأخذوه من بين يديها. فبدأ الصغير بالبكاء والصراخ فانهارت وكادت تغير رأيها. تكلم الرضيع وقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق. فألقوه في الزيت ثم ألقي بها في الزيت واستشهدت في سبيل